اللي عنده بندقية يجيبها ويجي 3000 فدائي ينضمون لكتائب القسام استعدادا لمواجهة الاجتياح البري الإسرائيلي. كتائب القسام النهاردة نادت على شباب غزة من الفدائيين وقالت اللي عنده بندقية يجيبها ويجي. وتحت شعار كلنا فدا غزة وفدا فلسطين قامت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء أمس الخميس باستدعاء 3000 عنصر من الشباب للدفع بهم في عملياتها ضد إسرائيل ضمن عمليات طوفان الأقصى. كتير من شباب غزة أعلن رغبته في الانضمام للمجاهدين حسب وصفهم مرددين لن نترك أوطاننا للغرباء. وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن نصف عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 447 طفلا و248 امرأة في الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت ل 1417 شهيدا وأكثر من 6268 جريحا في غزة و31 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة. حفظ الله غزة وأرضها وأهلها، والمجد كل المجد لفلسطين الأبية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.